على فكرة أنا مش مبسوطة، أنا مش زعلان والله أنا مش زعلان. هو إحنا ليه بقينا مش مبسوطين وبقينا على طول متضايقين ومتنكدين وعلى طول في زعل وفي نكد ليه؟ عايزة أقول لكم إن إحنا بقينا أكثر تعاسة عشان في حاجة اسمها انحصار في الذات، وبتشمل المقارنة، والمقارنة مستحيل تفرحك. المقارنة خلت أخ يقتل أخوه. كلمة اشمعنى دي دمرت حاجات كتير جوانا ومش مخليانا إن إحنا مبسوطين أو فرحانين. كلمة اشمعنى والمقارنة بتخلينا إن إحنا نكون نايمين على سرير من تين شوكي بالظبط. كل التعب من حسد الإنسان. كلنا بقى بناخد قيمتنا براند الكاب، براند النضارة، قيمتنا بناخدها من الحاجات الخارجية بس. تاني حاجة الإشفاق على النفس. أنا عايش في مظلمة، عارف ظلم المصطبة، أنا مظلومة، أنا مش عارف إيه، أنا مش واخدة حقي، برمي كل الأخطاء على اللي حواليا وعلى غيري. بمعنى الأصح نلاقي ناس نادرا في حياتنا بيقولوا أنت لما كنت بتسعى في هدف معين كنت بتعمل كل اللي عليك. طيب أنت كنت بتسعى فيه لوحدك ولا كان في حد معاك؟ وعمر ما الشخص ده 1000 مرة من المرات إن أنت مثلا بتعلق غلطك على شماعة غيرك، أو عايش إن هو ظلم المصطبة زي ما بيقول، أو المظلمة اللي احنا فيها. الأشخاص دي بتكون سوية، مش عايشة دور الإشفاق على النفس. تالت حاجة النقد السلبي للنفس. مش بيحاول يطور من نفسه، مش بيحاول يشتغل على نفسه، والشخص ده بيكون اكتر عرضة للملل والاكتئاب والشهوة وتدمير النفس، وان هو مش عارف ينجز اي حاجة في حياته. لو الشخص ده معاه حبة فلوس بيروح يشتري بيهم ماركات وحاجات كده من غير شبع ومن غير تارجت. الحاجات دي مش محتاجة، بس هو عايز يملأ الملل اللي جواه والفضل اللي جواه. كل اللي هقدر اقوله ان ربنا يفرح قلوبكم كلكم يا رب، ونستغل اعظم حاجة هو مديها لنا ربنا هو الوقت، ونحاول نتبسط ونحاول نفرح. واكيد ربنا قال لنا ان احنا ما نخافش من بكرة خالص وما نخافش من المستقبل، واننا لينا حياة أفضل بكتير.